كاين بزاف ديال الاشاعات حول مشروع تي جي في اكادير الدار البيضاء. هذا المشروع اللي باغيه اغلبيه سكان سوس بالخصوص وسكان الجنوب بالعموم، مشروع اللي غيقدر ينقلك بسرعه كتوصل من 180 كيلومتر في الساعه الى 200 كيلومتر في الساعه في الخطوط الكلاسيكيه، وبسرعه كتوصل ل 320 كيلومتر في الساعه في خطوط التي جي في فائقه السرعه. هذا المشروع غيدير نقله نوعيه في تاريخ التنقل من والى عاصمه سوس. شنو هي التحديات اللي كتواجه هذا المشروع وعلاش تم التاجيل ديالو لما وراء مونديال 2030؟ واش هذا المشروع غيتنشأ بصح ولا غيبقى حبر على ورق؟ هادشي كامل غنتعرفوا عليه في هذا الفيديو. كنعرف ان اغلبيه المتابعين ديالي من المدينه الحبيبه اكادير، بحكم انني متخصص في تتبع اشغال مدينه اكادير. من هذا المنبر كنحييكم على التفاعل ديالكم واللايك ديالكم والتعاليق الزوينه اللي كتوصل لي كل نهار. بالنسبه اللي كيشوفني اول مره، سميتي عبدو في قناه عبدوسكي. يلا نبداو. في 2018 شفنا دخول أول قطار سريع في المغرب وفي أفريقيا كاملة. كاين الناس اللي يقدروا يعلقوا كتوضيح أن القطار من كازا حتى لطنجة. خويا العزيز، قطار تي جي في كيوصل حتى لكازا، ولكن من قنيطرة لكازا كيمشي في الخطوط السككية الكلاسيكية. بعد الانتهاء من هذا المشروع عمل نقلة نوعية في تاريخ القطارات في المغرب. من ديك الساعة المغرب قرر أنه إنشاء واحد الخط ثاني ديال القطارات فائقة السرعة، واللي نوض واحد الدرجة كبيرة في الداخل المغربي، القطار السريع الدار البيضاء أكادير. بعد انتشار الأخبار ديال هذا الخط السككي الدار البيضاء أكادير، كان كل واحد في اكادير كيتخيل راسو يدخل لاكار ديال الحي محمدي او لاكار ديال الميناء ويقطع التيكي ديالو لكازابور، ويقطع هاد المسافه بواحد السرعه كتوصل 320 كيلومتر في الساعه. اللي هرس المغاربه كاملين هو تقسيم هذا المشروع لجوج ديال الاقسام، القسم الاول من القنيطره حتى لمراكش، والقسم الثاني من مراكش لاكادير. وهنا غنجيب لكم واحد خبار زوين، أن الخط اللي رابط بين مراكش وأكادير من بين أولويات المكتب الوطني للسكك الحديدية ONCF. من بين هاد التحديات مرور الخط عبر سلسلة جبال الأطلس اللي كتعتبر من بين أطول السلاسل الجبلية في المغرب، واللي غيفرض على المغرب وجود أنفاق تحت أرضية. وهاد الشي عارفينو كاملين شكي يعني. زيد المزيد دقيق، ميزانية هاد المقطع تخطط حاجز 50 مليار درهم، ميزانية كبيرة مقارنة بالمقطع اللي غيضربو هاد الخط. وهذه من بين الحوايج اللي خلات هاد المشروع يتأجل، الميزانية الغير الكافية والبحث عن ممولين في القطاع الخاص. ودابا المغرب طلق الدراسات ديالو والمسح الطوبوغرافي والهندسة المدنية. هاد الدراسات اللي غتخرج بخطط لبداية أشغال هاد المشروع. هاد المشروع غيدير نقلة نوعية والربط بأكادير اللي كيعتبر المورد الأكبر للمحاصيل الزراعية في المغرب. فهاد الخروج هاد المشروع لأرض الواقع غيكون إمكانية وصول مقطورات نقل البضائع في أوقات أقل ب3 مرات من الوقت الحالي وبأقل تكاليف، داكشي اللي غيقوم بتخفيض مصاريف الشحن وحتى الأثمنة في الأسواق. تي جي في مشروع ملكي، ونشكر صاحب الجلالة على داك القرار ديالو بأنه يجب أكادير أنه ديك المشاريع الكبرى لا يجب أن تتوقف إلا في مراكش، وخصها تجي توصل. نقدر نقولهم لكم، تيقول لك لو تراسي فيه تقريبا واحد 240 كيلومتر. بدات الأمور تتوضح. TGV il va traverser la ville d'Agadir en souterrain، يعني ما غيدوش وسط المدينة ويفرقها ما بين ضفة يمنى ويسرى، غيدوز في نفق. في هاد الندوة اللي دارت في أكادير واللي تذكر فيها مشروع القطار فائق السرعة، بانت لينا شي ملامح لكيفاش غيكونوا الخطوط السككية الجديدة في أكادير. الجواب أن القطار ما يقسمش المدينة لنصفين لشاطر شرقي وغربي، إنما غيكون كامل تحت الأرض في أنفاق. الطول ديال هاد المقطع كاين تقارير تتقول باللي غيوصل ل 255 كيلومتر، وكيتعتبر اقصر خط في المغرب، ولكن اكبر خط من ناحيه الميزانيه اللي كنا هضرنا عليها من قبل. ومن المرتقب تبدا الاشغال في هذا المشروع مباشره بعد كاس العالم 2030، ولكن الدراسات تطلقت من دابا.
هنا غنكون وصلنا لاخر الفيديو. نتمنى تستافدوا معنا شي حاجه في هذا الفيديو، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله وموضوع جديد. سلام.